بقى بتعالج من مرض خطير غير الشخص اللي ممكن يلعب فيقوم حاطط شويه مش عارف ايه. لا، انت مريض. فممنوع البهارات، ممنوع التوابل كلها، مفيش غير ملح، ممنوع العيش بكل مشتقاته، الدقيق بكل مشتقاته، المخبوزات كلها بكل مشتقاتها، ممنوع اللبن، ممنوع الزبادي، ممنوع الرايب، ممنوع الزبادو بكل مشتقاته، ممنوع الفراخ بكل مشتقاتها، ممنوع كل الوز، البط، كل ده بكل مشتقاته، ممنوع البيكري كلها، ممنوع البيتزات، ممنوع المكرونات، ممنوع الباستات، ممنوع الفاكهه الاناناس، ممنوع الفاكهه التفاح، ممنوع الفاكهه البطيخ. طبعا انت وانت قايم بقى غير الاول، بعد ما خفيت ممكن نفسي تفني اكل حاجه ومعدتي بتوجعني. ممنوع الافوكادو، ممنوع الكيوي، كل الحاجات دي. انا ما باخدش فاكهه غير تين، غير عنب، غير موز وبنسب مش كتير، او رسباري اللي هو التوت كنت بروح اجيبه من مترو لانه ما كانش موجود ساعتها من في الشتاء، شهر 8 ولا 9، شهر 8 او 9 ما كانش موجود، كنت بروح اجيبه، فكنت ماشيه على النظام بالملي. ممنوع العصاير اللي مضروبه في الخلاط. ليه؟ بعد ما بضرب العصير في الخلاط بالميه والسكر بيحصل فيه تخمر، فده ممكن ياثر ويسبب غازات ويسبب حاجات في المعده، فلو هيتضرب في الخلاط بيتشرب بعديها ب 20 ثانيه او بدقيقه زي الاسبريسو كده. فما كنتش بشرب عصاير فريش، كنت بشرب العصاير المعلبه. مشيت على النظام وعلى السيستم بالشكل ده، وانا معايا ورقه وقلم بكتب فيها الخطوات اللي انا ماشيه عليها. انا دكتور نفسي، انا حاطه سيستم وماشيه عليه. فلو انت النهارده الدواء اتسحب من السوق وانت ما لقيتوش هتبقى زي المجنون ومرعوب. فما فيش قدامك غير النظام، انت لازم تجري وتمسك فيه وتمشي عليه. اللي احنا بنقوله في النظام اكل، والاكل ما بيموتش حد.